السلام عليكم. اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله الكالت. دي مش سلسله الكالت، لا، دي الحلقه اللي كانت هتنزل لكم التلات. من الاخر انا ما قدرتش اصور اي حاجه، مش جاي مني في تعب ولا شقه. يعني انا قلت نفصل شويه من الرغي الهزار اللي احنا عمالين نهزره كل اسبوع ده، ونتكلم لنا كلمتين جد كده من ابو جد بخصوص الثانويه العامه ومن الثانويه للكليه والمجموع قرب على 100. النهارده كل حاجه غريبه. بصور الساعه 4 يوم الخميس، المفروض الفيديو هينزل يوم الجمعه. انتوا متخيلين بقى كميه اللي متخيلينها؟ يلا نخش في الفيديو على طول. غالبا انت لو بتتفرج عليا دلوقتي فانت اكيد خلصت الثانويه بتاعتك وخلاص مجموعك طلع، وكمان مرحله التنسيق خلصت والمرحله التانية بتاعت التنسيق كمان خلصت. انت بتتفرج ليه؟ انا هقول لك انت بتتفرج ليه. عشان احنا مش جايين النهارده نتكلم على الثانويه العامه، احنا جايين نتكلم على ما بعد الثانويه العامه، الجامعه. بس خليني الاول ابدا لك كده بانترو. اعتبرها يا عم انترو لحد ما نوصل. انترو عن رحله الطالب المصري في التعليم الغريب اللي هو بيتعرض له ده. يلا التايم لاين بتاع الطالب المصري تايم لاين غريب جدا في التعليم. يعني انت تقريبا بتتولد تخش كيجي، وهم عملوا لهم بقى كمان بيزنس قبل الكيجي، حاجه اسمها بري كيجي اللي هي البيبي، اللي هو بيبي سيت ده ولا مش عارف، بيقعدوا بيودوهم فلوس، يعني بيدفعوا لهم فلوس في الحوار ده. وبعد كده بيخشوا على كيجي في اولى تانية تالتة. وخلي بالك طول الفتره دي العيل ولا بيمتحن ولا بيبان له اهل ولا بيعمل له اي حاجه، كل ده بيتعلم ازاي يكتب 1 و2 و3 والف ب ت س واي بي سي دي، ولا بيمتحن ولا بيعملوا اي حاجه. يبقى لسه الطالب يا دوبك بيتعلم القرايه والكتابه. بيوصل سنه لعينه اسمها سنه رابعه، بيتعرض فيها لصدمة حضارية مرعبة. تخيل من بعد ما كان عمال يتعلم 1 2 3 والف ب، بياخد ساينس دراسات، يخش في العربي يعرب. صدمة. اكيد ما فيش بني ادم يعرف يعمل كده من بعد العته اللي كان عمال يتعلمه في سنة اولى وتانية ده. مفيش. ندوس سكيب لكام سنة والعيل بيبتدي يتعلم ويتعود على الماتريكس، يعدي في سنة في سنة في سنة، والدنيا هي ماشية لحد ما يوصل لبروفة تالتة ثانوي وهي تالتة اعدادي. سنة كبيسة، سنة لعينة. ليه؟ لان انت لو فاكرها انها شهادة عادية، فهي بالنسبة لابوك وامك هي مش شهادة عادية، لا، ده هي دي البروفة، دي بروفة تالتة ثانوي. الاحكام بتبتدي تطلع عليك من السنة اللعينة دي. اصل ابوك وامك بيعرفوا انت جاي منك في تعليم ولا لا في السنة دي. يعني انت لو جاي منك تعليم هيبان وهتجيب درجة حلوة، وساعتها هيبتدوا يحطوا بقى امال وطموحات، اني عايز اخش كلية قمة ومش عارف ايه، والحوارات المصرية المرعبة اللي بتحصل دي. انما لو جبت مجموع قليل فانت خلاص، يعني سوري يا معلم، انت اتحط عليك حكم خلاص ان انت فائد وملكش تعليم، او مش ملكش تعليم، مش هتأدي، يعني مش هتأدي في التعليم. يعني تخلص السنة وتخش ليفل الوحش، الليفل اللي التست فيه بيوصل اعلى مراحل، الليفل اللي مفيش حد انت ودفعتك يقدر يقرب لك، ليفل رجالة المدرسة. اهلا بيك في الثانوي. وهنا بقى انت بتحدد خط سيرك زي ما هم مفهمينك. يا عيني هتخش ادبي وتخش تطلع منها ايه يعني يا ابني؟ هتطلع تجاره، تخش تجاره تطلع تبقى هفاف، تفتح لك كشك، كميه تسطيح عقول مش طبيعيه. ولا هتخش بقى علمي عشان تطلع دكتور او مهندس وترفع راس ابوك وامك. يا ولا مش عايز ترفع راس ابوك ولا امك؟ اخس، روح انت لسه هتختار. ما هو انت خلاص مجموعك في تالتة اعدادي باين كل حاجه. انت لو فشل هتخش ادبي، سوري يعني، هي الماتريكس بتقول كده، انا مالي، هو الماتريكس بيقول كده. ولو ناجح هتخش علم، او لو في نسبة دماغ فيك هتخش علم. في بقى الناس المفضلة بالنسبة لي اكتر واكتر، الناس اللي انت عارف ان هم مش جايين منهم حاجة وهم مش هيذاكروا، وهم جوه نفسهم عارفين ان هم مش جاي منهم علم ولا تعليم وبيخشوا علم. دول اللي هم بيحولوا في اول شهر، بعد اول اسبوعين على طول في التعليم تلاقي في ناس حولت من فصلك كده الفصل الادبي. هم دول تسطيح للعقول بشكل مرعب. طبعا انت اكيد مش هتذاكر في اولى ولا في تانية، او هتذاكر على خفيف كده عشان انت بتستريح لتالتة ثانوي. يلا انا عارف، انا حاسس بيك، ما انا كمان عملت كده. ويعدوا السنتين وتوصل لليفل الوحش، تالتة ثانوي. تعرف كم واحد بيتخرج من تالتة ثانوي كل سنة؟ 750 ألف بني آدم. تالتة ثانوي دي سنة غريبة جدا، عاملة شبه السنة بتاعة الدوري المصري، ما تعرفش هي بتبتدي امتى ولا بتنتهي امتى. شهر تحضير قبلها بري سيزون، تخش قبل تالتة ثانوي تبقى قبلها بشهرين كده تروح تاخد لك دروس بقى عشان تفتكر، ما انت قاعد بالك سنتين يا معلم دماغك ملحوسة. ده غير بقى السنة بتاعة تالتة ثانوي شهر 9 ولا مش عارف 8 ولا مش عارف، والله ما اعرف بقى بتبتدي امتى.
تبتدي لحد ما تخلصها بقى، ايا يكن زي ايامنا دلوقتي كده بيحصل بعدها شهر كمان، عشان اكيد لازم تاخد الكورسات بتاعت فنون جميله وفنون تطبيقيه يا معلم عشان تروح تمتحن امتحان القدرات. امال انت ايه؟ هو في حد ضامن نفسه يا ابني؟ سبوبه ودايره والله العظيم. 750 الف طالب سنويا في معسكر، لازم تذاكر، لازم تجيب مجموع، لازم تخش كليه قمه. كميه شحن وافكار متخلفه ورجعيه بطريقه مرعبه. انت في سباق وصاحبك اللي جنبك ده هو اللي هيبقى منافسك. افكار غبيه بتتزرع في دماغ العيال بدل ما يفهموهم ان كل ده رزق واعمل اللي عليك وسيبها على ربنا، اهم حاجه تجتهد وتذاكر وخلاص. لا، بيحشوا دماغهم بالتبن بدل ما يفهموهم الدنيا اصلا هتبقى ماشيه ازاي بعد كده. تخش ثانويه عامه وتلاقي مصاريف كتيره قوي، ملازم ودروس وكتب خارجيه. ملازم دي اكتر حاجه مستفزه، تبقى الملزمه دوبلكت من السنه اللي فاتت. يعني ايه اللي هيتحط من ملزمه السنه اللي فاتت للسنه دي؟ مفيش. ممكن تاخدها من واحد صاحبك، تلاقي المدرس بيقول لك لا ما ينفعش، لازم تشتري الجديده عشان فيها التحديثات. يعني تفتكر ايه اللي ممكن يبقى حديث من ملزمه الجديده للقديمه؟ ايه مثلا؟ الامتحان الجديد والامتحان بتوع الوزاره اللي بينزلوهم كتدريب، دول مستاهلين انك تروح تشتري ملزمه جديده ثمنها 800 900 جنيه؟ مفيش حاجه. ولا ملازم بتوع اللغات يا جدعان، ملازم بتوع اللغات اي حاجه تبع اللغات بيضربوا ثمنها في 2 عشان انت بتدرس بالانجليزي. الدبلجه اللي بتنزل لك على الورقه دي تاخد ثمنها الضعف. على ايامي كان مدرس بينزل السنتر مره في الاسبوع يدي الدرس ويروح على السنتر التاني يخلص، وهكذا وهكذا وهكذا، الى ان اصابت الكورونا مصر واكتشفوا ان في حاجه اسمها البلاتفورمز. البلاتفورم هي المنصات اللي بينزل عليها الدروس اللي انتوا بتاخدوها، تروح تشتري التيكت بتاعتك للدرس والحوارات دي. ابتدت انتاجيتهم تبقى غريبه، وتلاقيهم بينزلوا بالثلاث والاربع فيديوهات اسبوعيا، وكل فيديو 3 ساعات. انتاجيه غريبه جدا، انتاجيه ممكن تنافس ممدوح نصر الله 2019 مستريح يعني. والكتب الخارجيه، احنا بنحضر البطل الاولمبي بتاعنا، الكتب الخارجيه اسعارها مرعبه، ممكن تجيب كتب سكه ب 3000 ونص مثلا. تعرف المدرس على ايامي كان بيبقى معاه اسيستنس، وهو طقم اسيستنس كده كتير يصاحبي. دلوقتي الدنيا بقت ضحك خالص. بقى يجي ومعاه هو والمونتير وبس. وهي ماشيه يعني. وهي سنة هتعدي وهتاخدنا للمرحلة اللي بعدها، التنسيق ووهم كليات القمة. انت خلاص خلصت الثانويه العامه بتاعتك وعملت الستارتر باك بتاعت اي طالب مصري. خلصت الثانويه، كتبت مراحل الاولى، طلعت مرحله اولى سوري، كتبت الرغبات بتاعتك، او طلعت مرحله تانية واستنيت وكتبت الرغبات بتاعتك، وعملت امتحان القدرات بتاع ده وده وده وده. ستارتر باك مصريه جدا، اي كل الناس بيعملوه، وجات لك الكليه اللي انت عايزها، كليه قمه من اللي كان نفسك فيها. اوعى تفتكر ان انت هترتاح ولا تمشي تتعنطز على الناس، وتفتكر اول ما تخلص ان الشركات مستنياك عشان ياخدوك. لا، انت في منك كتير قوي، انت لسه ما شفتش حاجه، ده اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني خالص. انت في منك كتير لدرجه ان مثلا على سبيل المثال هندسه تخرج منها سنويا 35,000 مهندس. انت مش مختلف يلا. الجامعه هتعرفك انت قد ايه كنت عبيط وفكرك محدود، هتعرفك الليالي اللي هتسهر تخلص فيها المشاريع، والدكاتره اللي بتطلب طلبات مش طبيعيه، لا مش طبيعيه بجد، لازم تعمل دي، ولو ما عملتش دي هتنقص درجات وممكن تسقط في الماده. ده غير ضغط الامتحانات وقله النوم والاكتئاب اللي ممكن يجي لك. ممكن ايه الاكتئاب اللي هيجي لك يا معلم؟ الجامعة كفيلة انها تقلب لك حياتك سواد لو مش عارف تتعامل فيها، والكلام ده عن تجربة. اصل اسأل مثلا بتوع هندسة، اسأل اي حد عارف ان اعدادي دي انت مهدد ان انت تشيل فيها مادتين عادي مستريح. مادتين انا كده كرمك يعني، مع انها نفس المواد اللي كنت بتاخدها في ثانويه عامه، بس السيستم مختلف وطريقه التفكير مختلفه، كل حاجه مختلفه عن اللي انت كنت بتعمله ده. الدش والتبن اللي كانوا بيحشوا بيه دماغك في ثانويه عامه مختلف خالص عن اللي هتشوفه في الجامعه. ولا تفتكر انك لو جبت مجموع قليل ودخلت كليه مش معمول لها تمثال من عجوه عند المصريين انك كده خلاص بقيت دوبليكيت وهتطلع يا عيني مش هتلاقي شغل وهتقعد على اي قهوه. الزمن ده مش ماشي كده خالص. الزمن ده انت معاك سكيل، معاك مهاره هتجيب لك فلوس. حوار بقى الشهادات والورق وتفضل تستك ورق فوق بعض وكده معاك شهادات ومش عارف ايه، ما بياكلش عيش. وده ياخدنا لاخر سيكشن، تعامل في الجامعه والمكسب الحقيقي. زي ما قلت لك الجامعه مختلفه خالص عن كل ما سبق. انا هديك شويه نصايح عن تجربه. انا عارف انك هتشوف الكلام ده نوع من المثاليه والهرتله والكلام الفاضي، بس انا كنت زيك برضو وقلت الكلام ده ملوش لازمه ومش عارف ايه، بس في الاخر اتضح ان ده اللي بيحصل وهي الدنيا ماشيه كده. الجامعات العمليه اللي زي طب وهندسه وصيدله، خلينا اتكلم عن تجربتي. انا هندسه تعتمد على التسليمات. انت طول ما انت يا معلم بتعمل تسليماتك وتسلمها في وقتها كان الله بالسر عليه. هتعمل تسليماتك ويا عم ذاكر لك كلمتين قبل كل كويز وامتحان ومش عارف ايه،
الدنيا هتمشي معاك. لو انت عايز تكرف للجامعه ومش عايز تديها اكبر من حجمها هتعمل كده وهتمشي معاك. واعتقد الموضوع ده بقى سهل دلوقتي فشخ مع حاجه زي الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وجيميناي يعني شات جي بي تي ده ياما شال مشاريع يعني ده كان بيشيل دفعات. لازم قبل كل ده تكون صداقات. الصداقات يا جدعان اهم حاجه في الجامعه دي. لازم يبقى ليك معارف ولازم تصاحب عيال تسلكك وتسلكها. تعرف ده يجيب لك مش عارفه اساينمنت، ده مش عارف واقفه معاك حاجه تقولها له. عيال تبقى سالكه مع بعضها. مش لازم يبقوا اجهزه، مش لازم تصاحب عيال كمبيوتر. انا عارف انها مش حاجه لذيذه تتكلم مع حد كل ما تتكلموا عن حاجه تتكلموا عن التعليم. لا، عيال سالكه كده، انت بتسلكهم في حاجه هم بيسلكوك في حاجه، ترتاح لهم ويرتاحوا لك. الدنيا ما تبقاش فاهم يعني، ما تبقاش مقفول يعني. حاول تكون صداقات. ويا سلام بقى لو معاك حد من اصحابك ده من العيال اللي لسانها بيبقى متبليف كده ويروحوا يبلفوا معيدين بالكلمه والكلمتين، انت كده يا معلم مش محتاج اي حاجه تاني. نو بريشر. حاول تمارس اي رياضه، روح الجيم، العب اي رياضه تطلع فيها البريشر اللي عليك ده والضغط او الكآبة دي عشان ما تكتئبش. انا عارف طبعا الكلام ده صعب في الاول. انت في الاول فعلا هتحس ان انت تايه، وانا كنت كده. بس سنة في سنة هتلاقي نفسك ان انت خلاص عرفت الدنيا ماشية ازاي، وهتعرف دي هتسلمها امتى ودي هتسلمها امتى. فساعتها ممكن يعني تعرف ان انت تمارس اي رياضة على جنب كده مع الجامعة. لكن في الاول هي فعلا بتبقى صعبة جدا. خليك دايما متأكد انك حتى لو في كلية قمة ولها اسم، ان انت مش الشركات مش قاعدة مستنياك بره، فاهمني؟ ده اي نعم ممكن يبقى في نسبة من كلام الناس ان الجامعات الحكومية ومش عارفة ايه وده جامعة كذا هي اللي بتطلع وهم اللي بياخدوا شغل. بس خليك متأكد ان لو في حد بيعرف يعمل اللي انت بتعمله ده ومن بره كمان المجال، هم هياخدوه وهيسيبوك انت. ممكن تتفرج على بودكاست ابراهيم حجازي مع احمد ابو زيد. للي ما يعرفش ابراهيم حجازي ده يعني سايبر سيكيورتي انجينير في شركة فيزا، تمام؟ وكان بيتكلم على الحوار ده. ممكن تروح تتفرج على البودكاست لو عايز. فهي عمرها ما كانت بالشهادات والورق. انت معاك سكيل هتعرف تطبقها في الشغل هتكسب، معاكش السكيل خلاص هتقعد. انما مثلا لو انت في كليه مش عمليه، خلينا نتكلم مثلا عن رجال التجاره، لازم يبقى عندك ايدج عن كل اللي حواليك. انت في منك فعلا كتير قوي، 120,000 طالب بيتخرجوا سنويا من كليه التجاره، فانت لازم يبقى عندك ايدج على كل اللي حواليك دول. لازم مثلا من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي بشوفها، لازم يبقى عندك سوفت سكيلز كتير. لازم تكون بتعرف تعمل برزنتيشن، لازم تكون بتعرف تتكلم، لازم تكون بتعرف تعمل صداقات، ما تبقاش انطوائي كده. لازم يبقى عندك نتورك. ويا سلام يا سلام مثلا لو انت حابب بقى بجد تبقى بني ادم، تروح مثلا بعد ما تخلص تاخد ماجستير في اداره الاعمال الMBA. انا مش هفتي لك يعني في مجالك، ده مجالك وانت اكيد ادرى يعني. انما بقى النصيحه الاهم لكل اطياف المجتمع، تايم مانجمنت. بجد يا اسطى انت لو عرفت تنظم وقتك انت مش هتحس باي حاجه. وانا عارف انها مش حاجه سهله خالص. انا عن نفسي انا كمان يعني مش هقول لك ما بعرفش انظم وقتي يعني. لو عرفت فعلا الناس اللي بتعرف تنظم وقتها دي معاها كنز فظيع. وعمر ما تفتكر النصايح والمثاليه والكلام ده كله بيجي من اول مره. لا، ده انت هتفشل ومش هتعرف تطبقه وهتكتئب وهتقعد وهترجع وهتفشل تاني. عمرها ما بتحصل من اول مره. اوعى تفتكر ان دقيقتين التايم لابس اللي بتشوفهم في الفيلم اللي البطل فيهم بيعمل كل حاجه ويعدي ويوصل للسيزون او للفينال بتاعه. لا، مفيش حاجه بتمشي كده. الدقيقتين دول بيبقوا تدريب سنين، فاهمني؟ انا عارف ان كل الكلام ده كليشيه، انا بتكلم بطريقه كليشيه فشخ، بس هي دي الحقيقه. بص يا صاحبي، اعمل اللي عليك وخليك واثق ان ربنا دايما هيعديك الحاجه الصح، الحاجه الحلوه، الحاجه اللي انت عمرك ما كنت تتوقع ان انت هتبقى فيها. واكم من المرات اللي الواحد كان بيزعل فيها عشان شال ماده ولا عامل ايه، وفي الاخر ربنا كان شايل له طريق احسن من ده بكتير. تفتكر فعلا الحاجه اللي حصلت دي هتاخرك ومش هتلحق تتخرج ومش عارف ايه وهتقع، ويبقى ربنا كاتب لك احسن سيناريو ليه. فانت اعمل اللي عليك وسيبها على الله. انا حاسس انا اتكلمت جد كتير قوي، ولكن خلاص انا خلصت اللي عندي ومش هتشوفوا جد تاني. معاكم 3-4 اسابيع بقى لحد ما نلاقي كلام بجد نتكلم فيه تاني. بس كده، ويا رب يكون اي حد هيستفاد من الكلمتين اللي رطيتهم دول ويفيدوه في حياته. اشوفكم الاسبوع الجاي بقى، ويا رب يعني نوصل 1000 سبسكرايبر. يا ريت تدوس لايك وسبسكرايب يا اخويا، وما تتبكش. سلام.